تعالوا نعمل مع بعض غدانا النهاردة وهيكون القرنبيط. في بلاد بتقول القرنبيط وفي بلاد تانية بيقولوا عليها زهرة. فاحنا النهاردة هنعمل القرنبيط او الزهرة المقلية، وتكون مقرمشة جدا وبدون ما تشرب اي نقطة زيت. هنجيب زهرة القرنبيط وتكون فريش واوراقها كده تكون خضرة، وهنفصل الزهرة او القرنبيط عن الاوراق وهننضفها من الاوراق الخضراء كويس جدا. وبعد كده هنفصل كل زهرة لوحدها، والزهرة بتاعت القرنبيط كبيرة فاحنا هنفصلها برضو لزهرات صغيرة، ونخلص كل كمية القرنبيط اللي معانا. وبعد كده هنجيب حلة على النار فيها مية بتغلي ونحط فيها ملح وكمون ونحط زهرات القرنبيط فيها، بس هنحط الساق لتحت لان الساق هو اللي بيحتاج سوى اكتر من الزهرات نفسها. بعد كده هنجيب بولة ونحط فيها 2.5 كوباية من الدقيق، نص كوباية من النشا، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة الناشفة، ملح، وكمان معلقة من البيكنج باودر صغيرة، ورشة فلفل اسود. بعد كده هنجيب بولة تانية ونقسم الخليط لاتنين. في بولة واحدة منهم هنحط فيها بيضتين وفلفل اسود، ونحط شوية مية حبة صغيرة بحبة صغيرة ونقلبهم لحد ما يدينا خليط مش تقيل ومش خفيف. هنحط بقى في الهون 3 فصوص من الثوم، فلفل، كزبرة خضراء، وندقهم لحد ما تطلع ريحة الكزبرة الخضراء مع الثوم مع الفلفل، ونحطهم على الخليط ونقلبهم. وبعد كده نحط شبت وكزبرة وبقدونس شوية شوية شوية. وبعد كده نحط برضو كمان بشرة طماطماية صغيرة، وكمان فلفل احمر رومي وفلفل اخضر رومي، ولو عايزين فلفل حار برضو ممكن تحطوا يديله طعم حلو جدا. بعد كده احنا كده سلقنا القرنبيط وصفيناه، حطيناه في مصفى وحطيناه في الخليط السائل الاول، وبعد كده هنحطه في الخليط اللي احنا قسمناه اللي هو الخليط الجاف، من الخليط السائل على الخليط الجاف، وبعد كده على الزيت على طول. درجة حرارة الزيت هتبقى درجة حرارة متوسطة لان احنا عايزين الخليط يستوي من جوه. وكمان سر القرمشة بتاعت القرنبيط ان يكون الزيت غزير، وعشان يكون الزيت غزير نجيب اصغر حلة عندنا ونحط فيها الزيت، ما نسويهوش في طاسة كبيرة فهيبقى الزيت سمكه قليل جدا. فاحنا نحط في اصغر حلة عندنا الزيت فعشان يبقى ارتفاعه عالي، ونحمر القرنبيط على نار متوسطة هتطلع بالجمال ده. بصوا رهيب، قرمشة من بره وطري جدا من جوه، وطعم الخلطة تحفة. لازم تجربوه، هتحبوه جدا يعني، وولادكم كمان هيحبوه لانه افتكروه فرايد تشيكن، فبجد جميل. شوفوا بقى معايا الطراوة اللي من جوه وطبقات القرمشة اللي من بره، بتاعت حركة الدقيق اللي من بره دي عملت لها قرمشة رهيبة. وكمان احنا مسوينه في زيت غزير ودرجة حرارة متوسطة، انتوا زي ما انتوا شايفين كده مش شارب ولا نقطة زيت، والقرمشة عالية جدا ومن جوه طري وحلو جدا. والخلطة اللي فيه اللي احنا حطيناها رهيبة، الالوان الخضار مع الاحمر بتاع الفلفل الرومي والطماطم يجنن. هنعمل ساندوتش برضو حلو جدا من القرنبيط. انا حطيت قرنبيط وحطيت عليه سلطة طحينة وكمان جرجير وعصرة ليمون، رهيب الساندوتش ده يجنن. انا منى الموال، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير. باي باي.